يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن حبيباتي؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اشتقت لكم كتير 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 ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. صار تقريبا الأسبوع مو منزلة فيديوهات، عن جد اشتقت لتعليقاتكم الحلوة. بقى خبروني كيفكن، طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هذا الروتين صورته قبل امبارح. هلأ صار في عندي مجال هيك، عادت كنت فاضية قلت يلا بسجل صوتي عليه وبنزل لكم اياه. فهون الصبح قلت بفتح الشباك شوي وبهوي البيت. هذا الشباك كالعادة يعني كل يوم بده هيك مسح وتنظيف، لأنه شفتوا حاطين مبردة، تحسوها المبردة بتشفط كل شي غباير، كل شي روايح هيك من برات البيت لجواته يعني. بس بنفس الوقت عن جد لولا هاي المبردة كنا استوينا من الحر، لأنه أغلب الأوقات كهرباء وطنية ما في، وبالتالي ما في مكيف، فبنلجأ لهاي المبردة بنشغلها لأنه بتشتغل على الكهرباء المولدة. الحمد لله رب العالمين. ايه والحمد لله على كل حال. بس انه كل يوم نعمل هيك تنظيفة بسيطة للصالون، انه نمسح غباير، اهم شي بننظف الشباك وهيك. وبعدين كان في عندي شوية تياب بدي اطبقهم واطويهم هلا، وبعدين بدي احطهم بالدروجة تبعهم، وبعدين بدي اروح على المطبخ احط المربى على النار. مثل ما رح تشوفوا هلا بدي اعمل مربى الكرز، هي كمية بسيطة. قبل بيوم طلعت البذر منهم وحطيت لهم نص كميتهم سكر. عرفتوا يعني إذا بدنا نعمل مثلا كيليين كرز فبدهم كيلو سكر، إذا بدنا نعمل 4 كيلو كرز فبدهم كيليين سكر، وهكذا. أنا عملت تقريبا كيلو ونص، يعني فيكم تقولوا كيلو ونص. هلا هن كانوا أكتر من كيليين، بس الأولاد أكلوا شوي منهن، إن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبهم. فقلت بعمل الباقي يعني مربى، فحطيت لهم نص كميتهم سكر، وقلبت حبات الكرز هيك مع السكر، وبعدين حطيتهم بالبراد ليلة كاملة. تاني نهار بيكونوا طالعوا ونزلوا ميتهم يعني، فبعدين بنحطهم على النار. كتير كتير سهلة طريقتهم، وعن جد مربة الكرز كتير 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 طيبة. وهنا مثل ما شايفين رح قش الرغوة اللي عم تطلع على السطح مشان ما يعفن المربى عندي. هو ما رح يلحق يعفن لأنه شفتوا يعني كمية صغيرة بالأصل، بس هي يعني هي نقطة كتير أساسية بمساواة كل أنواع المربيات، إنه نقش الرغوة اللي بتطلع على السطح تما يعفن المربى، ولحتى يضل فترة طويلة محافظ على طعمته وعلى لونه. وحطيت لهم راس الملعقة ملح ليمون، أو فينا نحط عصرة ليمون، وبس هيك بنترك المربى لحتى يستوي، والقطر تبعه لحتى هيك يتعقد ويصير تقيل يعني وسميك. الكهرباء كانت وطنية وعيني كانت على المي يجيبوها لحتى روح أسقي زرعاتي. الدنيا شوب نار، الله يا ربي يتلطف فينا وفيكن. فيعني بدهم تسقاي كل يوم لأنه التربة عم تنشف فورا. فهي الشتلة يا أما شتلة ليمون أو شتلة برتقان، ما بعرف لسه ما ميزت يعني. نبتت لحالها سبحان الله، يعني قديش فرحت فيها وكأني لقيت كنز بحديقتي، الله وكيلكن. فمثل ما شفتوا هيك شلت العشب حواليها. هذا العشب كتير كتير عم يزعجني، إنه كل ما عم شيله عم يرجع ينبت ما شاء الله. وهذا النعناع البري وقت المتابعات هن والله كتر خيرهم نصحوني، قالوا لي إنه أم يوسف زرعي عندك بالحديقة نعناع بري لأنه طارد للحشرات السامة العقارب والأفاعي. عافانا الله وإياكم يا رب. اي والله، فوقتها ما كذبت خبر، ورحت هيك جبت شتلة صغيرة زرعت عندي بالحديقة، وما شاء الله شايفين كيف كبرت ومدت. اي والله، وريحتها فواحة تبارك الرحمن، حرفيا ريحتها بتجنن. وهون بقى رح اسقي البامية والباذنجان والفلفل. هلا اهم شي بالنسبة لي انه الباذنجان ينسقى كل يوم ونشبعه كتير كتير منيح بالمي، لانه اذا ما شبعناه بالمي وما سقيناه كل يوم رح يطلع مر ويطلع مبذر كمان. وبالنسبة للبامية رح تلاحظوا انه في شتلات اصغر من شتلات، لانه اول دفعة جبتهم وقتها اذا بتتذكروا زرعتهم معكم. بعدها بفترة ابو يوسف رجع جاب لي هيك كم شتلة زرعتهم، فقساتهم صغار ولسه يعني يا دوبهم بلشوا يأسمروا. وهدول كمان بامية، شايفين يا بنات؟ شفتوا الفرق بين البامية اللي زرعناها أبكر؟
امبارح قطفت بامية، ما في بامية هلا حاليا. شايفين هون في حبة بامية بس صغيرة، رح نتركها. هي زهرة البامية، كتير بحب شكل زهرة البامية. شايفين أحلاها؟ في نمل. وهون الفلفل، هون الفلفل. شايفين؟ رح أورجيكم الفلفلاي ليكم. وهون الملوخية، شايفين ما أحلاها الملوخية؟ والله شكلها وهي خضراء بيفتح النفس، سبحان الخالق. وهذا الجرجير يا بنات زرعته من جديد من فترة قريبة، بس ما شاء الله الجرجير بينبت وبيكبر بسرعة. ما صار له يمكن أسبوع زمان زرعته. شايفين ما أحلى؟ وهون بقى رح كمل سقاية الورود، وبعدين رح اشطف الحوش كمان. هلا أنا بس أخلص من الحوش والحديقة عن جد بحس حالي أنجزت جزء كتير كبير من شغلي اليومي، لأنه شفتوا الحوش عندي ما شاء الله كبير. في صبية قبل كم يوم سألتني إنه كيف التزم بشغل البيت من غير ملل. هلا أنا برأيي صبايا إنه إيمت بيجي الملل لما تضغطي على حالك. يعني مثلا أنا الأشياء اللي أنا مضطرة أعملها كل يوم بعملها، مثل الحوش، الحديقة. إنه شفتوا سقاية الحديقة لابد منها كل يوم، وكمان شطف الحوش، بحكم إنه أنا عندي أولاد صغار. كيف رح يكون جوات البيت نظيف إذا برات البيت هيك قدام باب البيت كان متوسخ ومتغبر؟ بس بنفس الوقت إنه ما ضروري أضغط على حالي، يعني حط لحالي هيك مهام تعجيزية وإجي آخر النهار يأنبني ضميري أو حس حالي إنه مقصرة إذا ما خلصتهم. عرفتوا؟ فهيك والله. شايفين هون سيساني عم يستنوني، شافوني طولت قام طلعوا، يعني طلعوا لبرا عم يستنوني، كانوا بانتظاري. اي والله. ففي نقطة تانية كمان بتساعدني انه ما احس بالملل، يعني بظن انه اغلبكم صرتوا تعرفوها، انه انا عم اشتغل بالمطبخ بتلاقوني مشغلة شيء يعني استفيد منه، انه اتسمع على شيء استفيد منه. مثلا قرآن كريم حاول احفظ مع القارئ، او دروس دينية، او في كتب صبايا، في كتب فيكم تتسمعوا لها وانتوا عم تشتغلوا. لانه شغل البيت ما بده هالتركيز الكتير، يعني فيكي تشتغلي شغلك وتركيزك يكون بشي تاني ومخك يكون شغال بشي تاني. وفي نقطة تانية انه ما بخلي المجلى عندي يعني يتكون فيه جلي، يعني بجلي اول باول. والثياب الوسخة كمان العفو منكم يعني بغسلها كمان اول باول، انه كل ما يصير في عندي وجبة غسيل بشغل هالغسالة، وهيك بكون يعني عم سهل على حالي التطبيق كمان، انه بدل ما اطبق كومة ثياب كبيرة بكون في عندي تطبيق كذا قطعة بينعدوا على الاصابع. انا بعرف يعني، لانه اكتر شعور بيجيب الاحباط إلنا نحن النسوان بشكل عام لما نشوف شيء يعني متكوم ومتراكم. فخلص انه نغسل الثياب هيك كل يوم ونطبقها كل يوم، فما رح ياخد معك وقت كتير، أحسن إنه من شعور الإحباط لما تشوفي هيك شيء متكون ومتراكم عليكي. وهون المربى عندي صارت جاهزة ما شاء الله، قوام وطعم بجنن. بس حسيت بصراحة الكاميرا يعني ظلمت المربى من ناحية اللون على الواقع كان كتير حلو ما أحلاه. فتركت المربى هيك تبرد تماما، ما حطيتهم بقطرميز، يعني حسيت إنه مو محرزين، إنه خلص بعلب حافظة وعلى البراد. فعن جد كتير طيبة. أنا دقت هيك شوي دواقة بما أني رجعت للصيام المتقطع. بشركم يا بنات رجعت للصيام المتقطع. شفتوا يعني العشر الأوائل من ذي الحجة وفترة العيد تركنا النظام
ويعني بقى قلت لحالي انه خلص يا بنت حاجتك يعني تخبيص، انه ما تركت شي لا حلويات ولا سكريات. فاللي حابة تبلش معي عن جد أنا كتير حابة إنه هيك نبلش سوا مع بعض ونشجع بعضنا ونهتم بصحتنا، لأنه عن جد ما في لا قبل ولا بعد الصحة. الله يديمها يا رب علينا وعليكم. فهون بعتت ابني الله يرضى عليه رح جيب لي صدر دجاج من الماركت الموجودة هيك على طرف الضيعة. ايه والله بعته جاب لي صدر دجاج. بدي اعمل اكلة بطاطا مع صدر دجاج. هاي الاكلة بنات كتير كتير طيبة عن جد، انا متأكدة اذا جربتوها رح تدمنوها، عكتر مو طيبة. وهذا غير انه الاطفال عن جد كتير بحبوا هاي الاكلة. يعني سبحان الله تلاقوا الاطفال كتير بحبوا اكلات البطاطا بشكل عام يعني. ايه والله. فهون مثل ما شايفين انا قشرت البطاطا طبعا بالاول، وبعدين قطعتها لمكعبات، وبعدين قليتها بالزيت. ولبين ما هيك اخلص من تقلية البطاطا قطعت صدور الدجاج كمان. وبعدين جبت عندي مقلاية، حطيت زيت وشوحت بالزيت كزبرة ناشفة وتوم مهروس، وتركت شوية توم مهروس للسلطة لأني عملت جنب الأكلة سلطة لبن بخيار كمان. ايه والله. فبعدين شوحت الثوم والكزبرة، وبعدين حطيت عليهم صدور دجاج بعد ما غسلتهم وظبطتهم أكيد. ايه وتركت صدر الدجاج كمان هيك يستوي ويتشوح مزبوط. وبعدين حطيت رشة كاري، رشة فلفل أسود، وملعقة دبس بندورة، وحطيت ملح كمان. بعد ما استوى الدجاج تماما رح حط مكعبات البطاطا. طبعا بهي المرحلة ما بدي يعني أبالغ كتير بالتقليب والتحريك، لأنه ما بدي البطاطا تنفعس مثل ما بيقولوا، يعني بديها هيك تضل محافظة على شكلها مكعبات البطاطا. إيه. فآخر شي فرمت بقدونس مفروم جبته من عندي من الحديقة، وما بقدر أوصف لكم ريحة البقدونس لما هيك بتقطفي تازة من الحديقة، ريحته عن جد بتاخد العقل. وحطيت شوي من البقدونس هيك على الأكلة. كتير كتير طيب الأكلة، جربوها ورح تدعوا لي إن شاء الله تعالى. وهون صبايا كان بقيان عندي هيك كم خياراي، فقلت لحالي بعمل سلطة اللبن بخيار. شفتوا يعني عندي كمية لبن منيحة، فقلت لحالي إنه بعمل هاي السلطة. أبو يوسف كان جايب لي سطل اللبن أبو 9 كيلو، فالله وكيلكم صار لي من 4 أو 5 أيام عم أحاول إني أخلصه، ما عم يخلص البركة. إيه والله. يعني إنه خفت إنه يحمد أو شي اللبن. شفتوا مشاكل الكهرباء. إيه والله. هلا هي الأكلة كتير كتير طيبة مع ليمون، مع عصرة ليمون. بس لما بعتت ابني يجيب لي صدر دجاج وصيته على ليمون كمان، بس ما لقالي. بس مثل ما قلت لكم عن جد كتير كتير طيبة، إنه هيك تعصروا لها عصرة ليمون وتاكلوها، كتير كتير طيبة. والحمد لله رب العالمين، الله يديمها النعم يا رب علينا وعليكم، يحفظها من الزوال. هوني بقى صبايا العصريات. قلت لحالي إنه في كهرباء وما عندي شي تاني أعمله يعني فاضية، فقلت لحالي خلاص والله لحتى أعمل للأولاد كيكة. هاي الكيكة يعني صار أكتر من أسبوع ناوية إنه أعملها للأولاد، وعم أجلها بسبب الكهرباء. يعني كل ما يكون في كهرباء وطنية تلاقوني مشغولة بشي تاني. يعني عندي 4 حبات بيض، حطيت عليهم كاسة سكر وخفقتهم شوي، وبعدين حطيت عليهم ظرفين فانيليا ورجعت خفقتهم. بعدين حطيت عليهم نص كاسة زيت وكاسة حليب وخفقتهم كتير منيح. بعدين بدي انخل عليهم الدقيق وظرفين بيكنج باودر. هلا الدقيق طبعا بنضيفه بالتدريج لحتى نحصل على القوام الخليط المناسب للكيك. انا اخدوا معي 2.5 كاس دقيق بالضبط، وحطيت كمان نص ملعقة خل. الخل بيعطي هشاشة كتير كتير حلوة للكيكة، يعني الكيكة بتطلع هيك هشة وخفيفة. وبعدين قسمت الخليط لنصين، بدي أعمل نص بالفانيليا ونص بالكاكاو. هلا النص اللي بدي أعمله بالكاكاو حطيت له 2 ملعقة كاكاو خام، وحطيت له كمان 2 ملعقة حليب لحتى عدل القوام تبع خليط الكيك يعني. بعدين رح صب الخليطين بكاسات، ورح صير حط من الخليطين خليط الفانيليا وخليط الكاكاو هيك شوي شوي بالقالب أو بالبايركس الحراري أو بالصينية أيا كان اللي بدكم تعملوا فيه الكيكة. أنا عملت الكيكة بالبايركس الحراري طبعا بعد ما دهنت البايركس بهيك دهنة بسيطة بالزيت، وحطيت له رشة دقيق مشان أضمن إنه ما يلزق شيء. وبعدين مثل ما قلت لكم صرت حط هيك شوي من خليط الكاكاو وشوي من خليط الفانيليا لحتى خلصوا الخليطين مع بعض. وبعدين دخلت البايركس على الفرن المحمي مسبقا على درجة حرارة 180. طبعا الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت.
عن جد يعني ولا أسرع ولا أسهل من هيك كيكة. أحسن بكتير من الأكلات اللي الأطفال بيجيبوها من برا، يعني على الأقل عرفانة حالك يعني شو حاطة فيها، شو هي المكونات. فبعد ما استوت الكيكة الأولاد ما صبروا إنه فورا قطعت الكيكة وطعمتهم إياها. جوزي كان بعد العصر وصل على البيت يعني غير عادته، لأنه هاي الفترة صاير عم يرجع لوقت متأخر بالليل. يعني الله يرزقه يا رب، يرزق رجالكم ويرزق الجميع. فقلت هيك بعمل فنجانين قهوة، وقلت بحط له حصته من الكيكة كمان هيك مع القهوة ياكلها مع جنب القهوة. وأنا لحالي حطيت قطعتين شوكولا مرة، بما أنه خلاص بلشت نظام صيام متقطع معناها خلاص ما في سكر. رجعنا قطعنا السكر، فحطيت من الشوكولا المرة اللي باكلها بالعادة مع نظام الصيام المتقطع. وبس هيك خلص الفيديو لليوم. هذا كان الروتين. إذا عجبكم الفيديو، إذا عم تعجبكم روتيناتي، بتمنى ما تنسوني من اللايك، واللي مو مشتركة بالقناة وعجبتها قناتي فاشتركوا فيها فضلا وليس أمرا، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصلكم إشعار مني لما أنا بنزل أي شيء جديد. بترككم بأمان الله وحفظه ورعايته، وعن جد إني بحبكم كتير كتير في الله.